السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم قصتنا من فلسطين يا جماعة، تحديدا من منطقة بئر السبع. بطلة قصتنا لليوم اسمها حنان البحيري، عايشة في قرية اسمها قرية اللقية. طبعا قرية اللقية هي تابعة لبئر السبع يا جماعة. مين هي حنان؟ حنان هي فتاة عمرها 19 سنة، عايشة هي وأمها وخواتها في بيت متواضع جدا جدا جدا. وضعهم صعب جدا، تحت الصفر، فقر مش طبيعي. وطبعا العمام في دنيا تانية، ولا سائلين ولا بيقولوا إلنا ولاد أخو بنات أخو، بدهن مساعدة، بدهن أي إشي. وطبعا الأم مش قادرة تعيل حالها أصلا، والعمام حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، في دنيا تانية، ولا مدورين ولا سائلين. لا، وفوق هذا تصرفوا معهم بحقارة ودناءة. شوفوا إيش اللي صار يا جماعة. تفاجأت الأم بالعم، هما اثنين، عمها اسمه يونس وعمها صقر. تفاجأت بعمها يونس اللي معاه الوصاية على البنات، إنه جايها على البيت وبيحكي لها مبروك، احنا جوزنا حنان لشاب محترم وابن ناس وآدمي ومش عارف شو. قالت انصدمت الأم، كيف أنت بتجوز بنتي بدون علمي؟ قالها أنت مالكيش أي كلمة، البنت تحت وصايتي وأنا زوجتها خلص. الأم رضخت للأمر الواقع، لكن حنان رفضت وعندت في البداية، وقالت أنا أبدا ما بتجوز، أنا بدي أتعلم وأكمل تعليمي. قاموا عمامها طبعا هددوها، إذا ما تزوجتي هذا الشاب أو هذا الشخص راح ناخذ البيت اللي انتوا قاعدين فيه. هانا حنان رضخت للأمر الواقع، وين بدهم يروحوا خواتها، وين بده تروح أمها. فوافقت على الزواج على مضض. ويوم الزفاف، يوم ما دخلت بيت زوجها، تفاجأت بأنه الرجل أو الزوج اللي هم بدهم يزوجوها إياه مقعد، محتاج عناية خاصة. يعني لا شخص لا بيقدر يقوم ولا يقعد ولا ياكل لحاله ولا يشرب لحاله، يعني كأنهم مزوجينها طفل بده عناية. يعني بالعربي هم مجوزينها يا خدامة أو ممرضة حتى تقوم عليه وتساعده. طبعا هانا حنان ما قدرت تتحمل ورفضت واعترضت طبعا، وصارت تصرخ. دخلوا عليها أهل زوجها وحماتها لما انشبتها زي هيك بتصرخ ومعترضة، ضربتها. أخذت حالها حنان ورجعت لأمها طبعا، وقالت لأمها اللي صار، وقالت لها إنه زوجها اللي مزوجينها إياه معاق. قعدت حنان عند أمها يوم، التاني، التالت، أجوا عمامها هادين على البيت، انتي سودتي وجهنا، انتي فضحتينا، انتي مش عارفة شو، كيف تشردي أو تهربي من بيت زوجك. طبوا فيها ضرب هي وأمها. هان أمها قالت لهم يعني انتم مجوزينها واحد معاق بدون علمها وبدون ما تعرف، من حقها إنها ترفض. فقالها عمها يونس طبعا، مدام حضرتك بدكيش ترجعي للعريس ومش عاجبك، يلا سدي المهر اللي عليكي. قالت له حنان وأم حنان أي مهر؟ احنا ما استلمناش إشي. قال أنا استلمت وتصرفت فيه، وانتي مدام ما بدك ترجعي، لأنه انت اللي ما بدك ترجعي، فادفعي المؤخر اللي هو 3000 دينار مؤخر. انصدمت حنان وقالت له أنا من وين لي يا عم أدفع 3000 دينار وأنت عارف أمي وعارف وضعنا؟ قالها هذا اللي عندي، بدك تدفعي للناس 3000 دينار. الحين حنان عشان تخلص من هذه المشكلة، لأنه أهل جوزها والعيلة صاروا يطالبوا منها المبلغ أو إنه ترجع لزوجها، فاضطرت إنها تطلع تشتغل في بئر السبع. طبعا هذا بعد ما تركت دراستها كل هذا، وعمها يونس وعمها صقر ما بيعرف إنها بتشتغل. طبعا لما عرف إنها بتشتغل عمل حلو زلمة. يعني شوفوا وين بتظهر المرجلة. صار يقولها عيب، وإحنا ما عندناش بنات تطلع تشتغل، وما تطلعيش تشتغلي وما تنزليش تشتغلي.
صارت تقول له من وين يا عم بدي أجيب لك فلوس عشان أسد أنا الدين. قالها طب خلص مدام هيك ارجع إلى جوزك. قالت له أنا مستحيل أرجع لجوزي. المهم قالت له خلاص أنا ما بدي أشتغل. لكن كانت حنان تطلع على السكت من ورا عمها تشتغل. لكن من كتر ضغط أهل زوجها عليها إنه بدهم المصاري وهات الفلوس وهات المصاري، قامت كان إلها صديقة من دار العمراني اتداينت منها 800 دينار أردني. احنا عنا المهر بالأردني، فاتداينت منها 800 دينار أردني. أخدتهم وأعطتهم لمين؟ أعطتهم ل أهل جوزها عشان إنه تسكتهم. مين اللي عرف يونس عمها الله ياخده. عرف إنه بنت أخوه ماخدة دافع 800 دينار لأهل زوجها. اتصل عليها قالها أنت من وين جبت الفلوس؟ وأنت كيف بتعطي الفلوس الناس بتعطي الناس الفلوس ناقصة؟ طبعا هي كانت تشتغل وبتعطيه الفلوس وهو ياخد الفلوس ولا وسألها من وين بتجيبيهم وليش بتشتغلي. يعني كان عامل حاله زلمة من قلة الكلام. المهم الحين صار يهددها ويقولها انت فضحتينا وانت ليش ما ترجعي لجوزك. كل هذا بيعمل يا جماعة ليش؟ عشان يعجزها، عشان يخليها ترجع لمين؟ لجوزها المقعد. لكن حنان رافضة انه ترجع لهذا الزلمة رفضا قطعيا. مسكينة هالحنان مش عارفة من وين تلاقيها. الحين طلع لها ايش؟ مشكلة جديدة. صاروا دار العمراني يطلبوا منها الفلوس، وصاروا يتصلوا على عمامها ويقولوا لهم بدنا الفلوس اللي على بنتكو. لحتى الآن ما سدتهن. وتورطت حنان، تورطت ما بين عمها وبين دار العمراني وبين دار أهل جوزها. صارت مش عارفة إيش تعمل وكيف تدبر حالها. حسبنا الله ونعم الوكيل. كل هذا بسبب عمها اللي ورطها بدين المهر اللي أخده وصرفه رماها هي بين نارين، مش عارفة كيف تدبر حالها ولا تدبر أمورها. وفوق كل هذا وهذا تطلع تشتغل بالدس من ورا عمها عشان تقدر تجمع شوية مصاري تسد فيهن هذا الدين. وعام 2017 تختفي حنان. كيف اختفت حنان؟ طبعا حنان زي ما احنا عارفين بتشتغل. قبل ما ترجع من الشغل بنص ساعة رنت على والدتها وقالت لها أنا حتأخر بس أبو ربع ساعة إن شاء الله حكون في البيت. لكن عدى الوقت والربع ساعة صارت نص ساعة وصارت ساعة ساعتين 4 وحنان ما رجعت على البيت. اختفت حنان يوم يومين 3. صارت الأم تتصل على عم تقول له أنت اللي مخبي بنتي، أنت اللي وين وديت بنتي؟ يقولها لا أنت اللي مخبي البنت علشان ما تدفعش الدين. كل واحد يرمي التهمة على التاني. حتى دار العمراني صاروا يقولوا إنه البنت هربت بالفلوس وانقلبت الدنيا قلابة. لكن الأم أخذت حالها وراحت قدمت بلاغ في الشرطة عن اختفاء بنتها حنان. طبعا بدأت التحقيقات مع جميع الأطراف اللي ممكن يكون لهم طرف في أذية أو معرفة مكان حنان. من بين هذه العائلات اللي حققوا معها كانت عائلة العمراني. طبعا عائلة العمراني طلعت ما بتعرف أي إشي عن حنان أو مكان حنان. طبعا من بين اللي حققوا معهم عمامها الاثنين يونس وصقر وابن عمها يونس اللي اسمه محمد. ضغطوا عليهم أول يوم تاني يوم ثالث يوم وينفجر محمد ويحكي كل إشي ويعترف على اللي عملوه في المسكينة اليتيمة حنان. طبعا بعد ما عرف العم يونس إنه حنان لسه أو ما زالت بتشتغل، إنه كيف بنتنا وبتطلع وبتشتغل وهذا الكلام اللي يعني إنه هو راجل هو وأخوه ابن أخوه وابنه. قرروا إنه يخطفوا حنان من عند باب البيت. في يوم المشؤوم الساعة 9 المساء كان عمها واقف بستناها على باب البيت. قالها تعالي يا حنان بدنا إياكي بموضوع.
طبعا البنت وافقت عمامها يعني، وركبت معهم السيارة. بس لما ركبت السيارة وشافت صقر وابن عمها محمد، هالة شعرت بالخوف البنت. أول ما شافت السيارة مشيت بسرعة، بدت البنت تصرخ وتقول لعمها: خلص يا عم، أنا مش راح أشتغل بعد هيك، أنا بشتغل عشان أسد الدين اللي عليا. لكن للأسف لا حياة لمن تنادي. كل توسلاتها بصراخها على الفاضي، لدرجة إنهم شغلوا الموسيقى وكتفوها علشان محدش يسمع صوتها، وأخدوها على بيت عمها يونس. وهناك أول ما وصلوا البيت بدأوا يضربوا في حنان. وفي لحظة وهم بيضربوا في حنان، ابن عمها محمد حاول إنه يكسر رقبتها، لكن أغمى عليها. في هذه اللحظة فكروها ماتت، شالوها حطوها في برميل وكبوا عليها أو داروا عليها الكاز وأشعلوا فيها النار. أول ما اشتعلت النار وتصحى حنان، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، واشتعلت النار في حنان وهي ما زالت على قيد الحياة، قام محمد ومسك صخرة ضربها على راسها، وأغمى عليها تاني. احترقت حنان وهي عايشة، ماتت يعني انحرقت وهي عايشة، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. وساعتين كاملات وهم مولعين النار في جثتها لحد ما تفحمت. طبعا بعدين جمعوا بقايا الجثة وحطوها في كيس وأخدوها في مكان أو في منطقة برية، حفروا جورة كبيرة دفنوا فيها أشلاء حنان الله يرحمها. طبعا من اعترافاتهم راحوا على المكان اللي هم وصفوه للشرطة، وفحرت أو حفرت الشرطة ووجدت أشلاء جثة حنان رحمة الله عليها، وتم الحكم عليهم. طبعا أول حكم كان على محمد ابن عمها يونس حكم الإعدام، وعلى أعمامها الاثنين المؤبد. لكن كان في اتفاق مع النيابة إنه إذا اعترفوا يخففوا عليهم الحكم، فكان الحكم الأخير على محمد بالمؤبد، والإعمام كل واحد 10 سنين. والله حقهم هم الثلاثة إعدام شنقا، حسبي الله ونعم الوكيل، حرقا زي ما حرقوه، الله يحرقهم ربهم. طبعا قبل ما أخلص القصة بدي أحكي لكم شغلة، أن هذه القصة أنا سمعتها في قناة أبو طلال الحمراني، اللي حابب يسمعها عن طريق قناته يبحث عنها. وفي كمان رابط راح أحط لكم إياه في أول تعليق مثبت. هذا الرابط برضو موجود على صفحة أبو طلال على الانستغرام لحنان وهي بتحكي مع عمها.